السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة موضوع حلقتنا عن الشهور وفصول السنة. Die Monate und die Jahreszeiten، يعني فصول السنة، ودي Monate يعني الشهور. طيب خلونا نبدأ بالشهور الأول. Also die Monate. جميع الشهور أداتها der، زي ما قلت لكم في حلقة خلي الأداة في جيبك. لو ما اتفرجتش عليها يظهر لك الرابط على الحلقة، روح اتفرج عليها، هتفيدك كتير جدا انك تعرف أداة أي كلمة. تمام. طيب الشهور عندنا طبعا معروفين وهم 12 شهر، فكل الشهور أدواتهم der. تمام. فيناير بالألماني يعني يانوا، فبراير شهر فبراير فبروار، مارس بالألماني يعني مارس، أبريل، شهر مايو بالألماني يعني ماي، يونيو بالألماني يعني يوني، يوليو بالألماني يعني يولي، شهر أغسطس يعني أوغست، سبتمبر يعني سبتمبر، أكتوبر يعني أكتوبر، شهر نوفمبر يعني نوفمبر، وديسمبر يعني ديسمبر. اللي في الأخيرة ديت بتاخدها زي ألف كده بسيطة، ديسمبر، نوفمبر، سبتمبر، أكتوبر، وهكذا. تمام. ده كان بالنسبة للشهور. طيب فصول السنة دي Jahreszeiten برضو أداتهم der كلهم. احنا عارفين ان فصول السنة 4: صيف، شتاء، خريف، ربيع. فالصيف عندنا يعني der Sommer، الشتاء der Winter، الخريف يعني der Herbst، الربيع يعني der Frühling. طيب ناخد مثالين ببساط جدا على الشهور وأيام الأسبوع، ونعرف ازاي بنكتب في الربيع أو في يناير في شهر كذا. احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت لما نحب نقول في يوم كذا، يعني مثلا في يوم الاثنين بنقول am Montag. تمام. ولكن هنا الموضوع مختلف، فلما تحب تقول مثلا في فصل الربيع يكون الطقس رائع، im Frühling ist das Wetter wunderbar. فبنستخدم هنا im مش am. im Frühling ist das Wetter wunderbar. فديت تبقى ثابتة معانا. لما تحب تقول في الصيف im Sommer، im Winter، im Herbst، وهكذا. تمام. وبرضو نفس الأمر مع الشهور. لما تحب تقول في يناير يكون الطقس بارد مثلا، هنقول im Januar ist es kalt. بسرعة im Januar ist es kalt. تمام. فلما تحب تقول في يناير، في فبراير، في أي شهر بتقول im Januar، im Februar، im März، وهكذا. بس كده، ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. الموضوع سهل جدا وبسيط. وخلي بالك انك لما بتقول في فصل من الفصول بنستخدم حرف الجر ام، وبرضو مع الشهور بنستخدم ام. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم عشان ما اطولش عليكم. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بالاشتراك في القناة ولايك وشير، خلي الفايدة تعم. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich sage Tschüss, euer Mahmoud. Assalamu alaikum.